تعالوا بقى هنا نعمل رسمتين ايلاينر مختلفين وبسيطة جدا. اول حاجة استخدمت البنسل لاينر وابتديت اسحب خط من عند اخر العيون، وابتديت اقفل الخط ده على اول العيون بالشكل ده، وببتدي املى كل الفراغات. لو انتي لسه مبتدئه انك تعملي ايلاينر فالقلم هيسهل عليكي كتير انك ترسمي عن الابليكيتر او اللي هو الريشه ده. وببتدي دلوقتي اسحب الخط بتاعي على اول اللاين كله بتاع الرموش. ما تنسيش الحركه دي علشان بتبقى شكلها احلى في الرسمه. وبالشكل ده انا مليت الرسمه بتاعتي بتاعت الايلاينر كلها. في العيون التانية بقى هعلمكم ازاي تعملوا رسمه الايلاينر المفتوحه. هتبتدي تسحبي خط برضو من عند اول خط الرموش، وهتبتدي تيجي عند اول الكسره اللي هي بتاعه العيون اللي هي بعد الجفن المتحرك، وهنبتدي نسحب خط لجوه بطريقه بسيطه جدا. وزي ما قلت لك انت لو استخدمتي القلم هيسهل عليكي الموضوع قوي. وبعد كده هتبتدي بقى تسحبي الخط ده على اول خط الرموش كلها، وهتبتدي تدخليه لجوه علشان يبقى شكله احلى بكتير زي ما انتوا شايفين. وببتدي ادخل الخط عند اول مدمع العيون. ودلوقتي برضو هعمل معاكم المدمع بتاع العيون مع الرسمة دي علشان هتغير منها وهيبقى شكلها احلى بكتير. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الرسمتين مختلفين ازاي، وكل رسمة ليها بتدي العين جمال خاص، كل رسمة برضو ليها جاذبية خاصة في العيون. بالشكل ده هبتدي بقى اجي عند المدمع بتاع العيون وهسحب خط رفيع خالص وببتدي املاه. يعني شايفين بأبسط الطريقة بجد، هو سهل جدا بس انت ايدك تتعود عليه والموضوع هيبقى معاكي بسيط خالص بالشكل ده. شايفين شكلهم حلو قوي ازاي. وكمان انا عجبني الرسمه بتاعه العيون المفتوحه. وببتدي هنا بقى ابص عند الايلاينر لو في اي فراغات او في اي حاجه مش مليانه بالايلاينر ببتدي املاها وبملى كل الفراغات بتاعتها. شايفين الرسمتين شكلهم حلو قوي بجد، جربوها ومش هتندموا خالص، وصدقوني هتغير من شكل عينيكم. وبس كده ده يكون الرسمه بتاعت الايلاينر. جربيها وهستنى رايك تحت في الكومنت، وهسيبكم بقى تكملوا باقي الفيديو. باي.